السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا طبعا في موسم التوم. والتوم دلوقتي أسعاره مختلفة من محافظة للتانية، في ب15 الكيلو، في ب25، في ب20. احنا كده ولا كده لازم نفرزن التوم من السنة للسنة. وهقول لكم طريقتي في التفريز بتاع التوم. والتوم بيفضل لونه أبيض زي الفل. وتعالوا شوفوا طريقتي علشان بعمل منه 5 حاجات مختلفة بتنفعني بصراحة طول السنة. أنا جبت 3 كيلو. 3 كيلو للأسف. يعني جبتهم بالعروش بتاعتهم. المهم قصقصت العروش، ودي يعني آخر تومة حبيت أوريها لكم. أنا بشيل الحتة اللي فيها الطينة دي، تمام. وباخد الورق بتاعه زي ما انتوا شايفين، الخفيف ده، عشان برضو احنا هنعمله حاجة حلوة، برضو احنا بنشتريها غالية. خلاص. وزي ما انتوا شايفين كده الحاجات الناشفة اللي فوق دي بشيلها خالص. بيتبقى معايا التومة البيضة زي ما انتوا شايفين، تمام. انا عايزة اقول لكم بس اني لازم نفرزن التوم يا جماعة، لان التوم مش بنلاقيه طول الوقت، تمام. وبنلاقيه بعد كده ممكن يبقى سعره يغلى لحد 100 جنيه. جبت الكبة وبطحن دلوقتي او بفرم التوم كله. خلاص. وبعد كده هبتدي اخد منه اعمل الخلطات بتاعتي. انا معايا دلوقتي طماطمتين وليمونتين وكام قرن فلفل حامي مع حبة بقدونس او كزبرة، اللي عندك حطيه. تمام. انا هحط كله دلوقتي، وهحط معاهم معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل اسود، كمون، كزبرة، كله حاجة معلقة كبيرة. تلت كوباية خل، تلت كوباية زيت. الخلطة دي بحتاجها في كذا حاجة، ممكن سلطة، ممكن أسماك، بابا غنوج، طحينة، سلطة طحينة. الحاجات دي كلها بتنفعني بصراحة في كذا حاجة. تمام. حطيت على وشها زيت وخلاص كده العلبة دي خلصت. أبدأ في الحاجة اللي بعدها. عندي 150 جرام زبدة تكون طرية، وحطيت معلقة ونص توم، تمام. وحطيت حبة بقدونس كده، لو انتي مش عايزة ما تحطيش، ده علشان انا بحب اعمل العيش اللي هو بالزبدة. بحط ساعتها بقى ملح وفلفل اسود وحبة بابريكا وميكس جبن او جبنة موتزاريلا من على وش التوست، وبدهن بيه التوست، بيبقى جاهز وحلو قوي. دي كده تاني وصفة. دلوقتي انا هحط معلقتين كبار سكر على بقية التوم، او 4 معالق سكر صغيرين. اقلب السكر مع التوم كويس قوي، لان هي دي مادة الحفظ، وبتخلي التوم من السنة للسنة لونه ما يغيرش. هعبيه دلوقتي في اكياس. عمل معايا كيسين زي ما انتوا هتشوفوا كده. انا ببططه خالص علشان يبقى سهل عليا بعد كده لما اجي اكسره. عمل معايا كيسين، انا بطبقهم كده وممكن احطهم في علبة علشان ما يبقاش فيه ريحة خالص في الفريزر عندي. ده القشر بتاعي، حطيته 6 دقايق في الميكروويف، 6 دقايق. وكل شوية بشوفه برضه عشان ما يتلسعش، وايه افضل احرك فيه. وبعد كده طحنته، وده البودر اللي عندي، التوم البودر ناعم جدا زي ما انتوا شايفين. ده التوم ابو زبدة. التوم ده انا بحطه كده في الفريزر عندي برضو. ده الخلطة. وبعد كده الكيسين التوم، كل ده من 3 كيلو توم. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي، وان شاء الله باذن الله انزل لكم وصفات تانية للتوم للتفريز، خلطات حلوة قوي هتعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.